أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. سنعرض لكم في هذا الفيديو تعليق كومباني مدرب بايرن ميونخ عن واقعة فينيسيوس، بالإضافة إلى رد فعل كل من كيلور نافاس وغاري لينيكر عن الواقعة أيضاً. لكن قبل البداية نتمنى منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. فينسنت كومباني يدافع عن فينيسيوس جونيور وينتقد جوزيه مورينيو. إنه موضوع صعب. لقد شاهدت المباراة وأثارت اهتمامي حقاً. هناك جانبان مختلفان للقصة. أولاً ما حدث على أرض الملعب، ثانياً ما حدث مع الجماهير أيضاً، ثم هناك ما حدث بعد المباراة. علينا الفصل بين هذه الأمور. عندما تشاهدون مجريات المباراة وردة فعل فيني ستدركون أن تلك الردة لا يمكن تزييفها. كومباني يتحدث عن سلوك كيليان مبابي بعد الحادثة. كيليان عادة ما يكون دبلوماسياً، لكنه كان واضحاً جداً بشأن ما رآه وسمعه. ثم هناك لاعب بنفيكا الذي كان يخفي ما يقوله خلف قميصه. في الملعب يمكن رؤية أشخاص يقومون بإيماءات تشبه القرد، وهذا واضح في الفيديو. كيلور نافاس عن واقعة فينيسيوس. ما حدث لفيني في بنفيكا محزن للغاية، ولا ينبغي أن يحدث لأي شخص. أمل أن نتخذ جميعاً خطوات لضمان عدم وجود مكان لهذا النوع من الكراهية. يجب فرض عقوبة رادعة على من يرتكب مثل هذه الأفعال عمداً لمنع تكرارها. وقال غاري لينيكر: العنصرية تشوه كرة القدم. العنصرية تشوه اللعبة الجميلة، وهذا يتجاوز كرة القدم. وإلقاء اللوم على فينيسيوس من جانب مورينيو ما هو إلا تلاعب نفسي. ما حدث ثلاثاء كان مؤلماً، فلنتذكر من كان الضحية. 2 من مشجعي بنفيكا قاموا بأعمال عنصرية، واستغلال الأمر ضد فينيسيوس كان محزناً للغاية. وإلى هنا نصل أعزائي المشاهدين لنهاية هذا الفيديو. قبل الختام نتمنى منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد في عالم كرة القدم.